بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عصام بدر وفيديو جديد كالعادة. طبعا في البداية برحب بحضراتكم، يا رب دايما تكونوا في أفضل صحة وفي أفضل حال. بستأذن حضراتكم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. طيب، نروح لبداية الفيديو من عند نادي الزمالك. أنا مش عارف يا جماعة، والله هي الناس موجودة في نادي الزمالك، مش عارف الناس يعني ما عندهاش خبرة باللوائح كفاية، او الناس يعني الواحد يعني مش عايز يقول الناس مش فاهمه في المواد بتاع اللائحه، او مش فاهمه في الامور اللي هي بتخص ناس الزمالك للبنود واللوائح والقوانين والكلام ده. انا مش فاهم. طيب، ناس الزمالك يا جماعه موجود فيه مستشارين قانونيين على اعلى مستوى. الناس دي خبره بكل حاجه، يعني خبره باللوائح والقوانين والكلام ده. انتوا يا جماعه لما رحتوا مضيتوا على اللائحه بتاعت رابطه الانديه بتاع الموسم الجديد، هل مفيش حد فيكم كلف نفسه ان مثلا اللائحة دي تعدي على مستشار قانوني ويقرا بنود اللائحة اللي فيها؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، برضو انا اتكلمت في الفيديو بتاع امبارح وقلت وانتوا ما اتعلمتوش من السنة اللي فاتت؟ يعني ما اتعلمتوش من الازمة بتاع السنة اللي فاتت؟ في بند في اللائحة، بند برضو مكون من ال 63 بند اللي موجودين في اللائحة. بند كارثي، بند كارثي بمعنى الكلمة. فاكرين كلكم ماتش الاهلي في كاس العالم، الاهلي وبالميراس البرازيلي، لما كان حصلت عاصفة جوية ومراقب المباراة وقف اللقاء وقال ان في عاصفة جوية هتحصل، يعني هتحصل والمباراة لازم تتوقف والكلام ده كله. المباراة تم ايقافها 20 دقيقة على ما اعتقد. تمام. طيب، رابطة الأندية نفس البند اللي موجود اللي هو بتاع العواصف ده، بيعملوه أو حبوا يجددوه في اللائحة الموسم الحالي، ولكن بصياغة جديدة. يعني إيه؟ يعني رابطة الأندية قالت لك لو حصل مثلا أمطار غزيرة، عاصفة رعدية، عاصفة ترابية، هيتم تأجيل اللقاء. كلام جميل جدا. لحد كده مؤيدين القرار حفاظا على اللاعبين اللي موجودة، لأن في النهاية اللعيبة دي بني آدمين. طيب، قال لك اللقاء ممكن يقف من ربع ساعة ل20 دقيقة. كلام جميل برضه. طب لو قال لك العاصفة دي فضلت شغالة زي ما هي، اللقاء ممكن يؤجل لتاني يوم. كلام جميل. بنفس الايه؟ بنفس النتائج. سواء بقى مثلا يعني لو فريق كسبان 1-0، النتيجة هي الفرقة المنافسة مثلا، وليكن الفريقين في فريق فيهم كسبان، تمام. البطاقات الصفراء، البطاقات الحمراء، كل حاجة، اللقاء هيعاد بنفس الامور التي جرت عليه. طيب، قال لك تاني يوم لو حصل ظروف ولا حصل حاجة، يحق لرابطة الأندية. بص بقى، لو حصل حاجة مثلا ورابطة الأندية شافت إن اللقاء ده مش هينفع يتلعب تاني يوم، من حق رابطة الأندية اللي هي تأجل اللقاء في الوقت اللي هي هتحدده تاني بمعرفتها هي من جديد، دون اعتماد النتائج السابقة. يعني ايه؟ يعني بيقول لك رابطة الأندية مثلا قالت في اللائحة اللقاء هيتأجل تاني يوم. طب لو لائحة الأندية، لو رابطة الأندية شايفة إن اللقاء ما ينفعش يتلعب مثلا تاني يوم، هيحددوا يوم هم بقى براحتهم هم، من غير النتائج القديمة. يعني مثلا لو فريق كسبان، نتائج تتلغي، لو فريق مطرود منه حد النتائج تتلغي. طيب، برضو انت عمرك شفت ده في دوري في العالم؟ يعني ايه؟ لا، المفروض اللي انا اعرفه واللي اللوائح بتقوله، لا انا اكمل اللقاء بنفس النتائج. يا سيدي، لو متبقي مثلا ربع ساعة من المباراة، العبها الربع ساعة على النتيجة القديمة، اللي واخد طرد واخد، اللي واخد كارت اصفر واخد، الفريق اللي كسبان هو اللي كسبان. انت ليه تضيع مجهود الفريق اصلا؟ يعني انت ليه تضيع مجهود الفرق؟ يعني يبقى مثلا لو فريق كسبان، يعني يبقى كسبان وتيجي انت تقول لي اصل اللقاء هيعاد من غير اعتماد النتائج. طب هات لي دولة حصل فيها الكلام ده. هات لي دوري في العالم حصل فيه اللي رابطة الأندية بتعمله. احنا هنا هو ولا بنتغول على حد ولا بنتكلم مع حد. هات لي دوري في العالم بيحصل فيه اللي رابطة الأندية بتعمله في مصر هنا. قول لي عصام الدولة الفلانية الفلانية عملت كده، وانا يا سيدي هعتمد كده. وهنا السؤال لناس الزمالك: لا تلومن الا نفسك. انت ما تلومش الا نفسك بعد كده. لما حصلت الازمه بتاع الموسم السابق والظرف القاهري واللائحه، الناس طلعوا وقالوا ده انتوا اللي مضيتوا على اللائحه
والمفروض ان انتوا بعتنا لكم نسخه، والمفروض ان انتوا قريتوا اللائحه والكلام ده واعتمدتوا كل حاجه ومضيتوا عليها. الناس سكتت ما اتكلمتش. طيب الموسم ده يعني ظرف زي ده مثلا، وليكن بيلعب فيه فريق جماهيري يا سيدي مثلا، وحصل حاجه مثلا، اي ظرف حصل في المباراه، واللقاء مثلا قال لك اجله لتاني يوم مثلا، اللقاء اتاجل، طب ما ممكن يرفع السماعه يقول له لا انا عندي ضغوطات ومثلا اجل لي اللقاء ده، والفريق الجماهيري ده ايا كان هو مين وايا كان اسمه ايه، ايا كان الفريق ده اسمه ايه او هو مين، قال لك لا ما اجل لي بقى المباراه لوقت تاني والغي لي النتائج. طب افرض الفريق الجماهيري ده خسران مثلا، يبقى كل حاجه راحت في مصلحه مين؟ في مصلحه الفريق ايا كان هو مين الفريق يا سيدي، اهلي زمالك اتحاد ايا كان مين. مش انت كده هتبقى ظلمت فريق تاني على فريق؟ هل هي دي اللائحة اللي الناس مضوا عليها؟ انا مش عارف. انا يعني بجد مش عارف والله. فطبعا الناس في ناس زمالك مش عارف المستشارين القانونيين اللي موجودين قروا اللائحة ولا ما قروهاش، ازاي اصلا البنود دي عدت على الناس بالشكل ده اللي هي موجودة في اللائحة، برضو مش عارف. ومش عارف والله الناس بتعمل ايه. فده فيما يخص بند جديد كارثي في لائحة رابطة الأندية. طيب نروح لأحمد فتوح. أحمد فتوح كان قدم اعتذاره ورجع شارك في التدريبات منفردا والكلام ده كله. طيب انا في فيديو من الفيديوهات هنا قلت اتمنى ان جون ادوارد ما يرضخش للضغوط اللي بتمارس عليه عشان عودة احمد فتوح. طيب المعلومة اللي عندي ايه من جانب احمد فتوح؟ خلاص العقوبة المالية دي ما فيهاش كلام، المليون جنيه هيتخصم منه هيتخصم منه. طيب المعلومة اللي عندي ان جون ادوارد بينوي ان هو يبيع احمد فتوح ومحمد صبحي لنادي بيراميدز، او الاتنين لعيبه يروحوا نادي بيراميدز ونادي الزمالك ياخد، يعني هتبقى صفقه تبادليه. كده كده بيراميدز عايز محمد صبحي، وكمان فتوح هيتعرض، يعني جون ادوارد هيعرض كمان فتوح وصبحي مقابل ان الناس في الزمالك يحصلوا على توقيع مصطفى فتحي ومحمد رضا بوبو او محمود صابر، لاعب من الاتنين دول. طيب مصطفى فتحي اساسي، في بقى يعني المفاضله هتبقى بين الاتنين لعيبه اللي هو محمود صابر او محمد رضا بوب. جون ادوارد مش هيقعد تاني مع مسؤولين من بيراميدز، لا ده هيقعد مع ممدوح عيد نفسه. كان الاول جون ادوارد الجلسه اللي حصلت بينه كان اللي قعد في الجلسه دي عمرو بسيوني، ولكن جون ادوارد لا هو عايز بقى يعني يقطع فرط في الموضوع ده، عايز يقعد مع ممدوح عيد نفسه. هيعرض عليه فتوح، وكده كده بيراميدز عايز صبحي مقابل ان هم ياخدوا مصطفى فتحي وواحد من الاتنين لعيبه اللي قلت لك عليهم. الجلسه هتقام بنهايه الاسبوع ده على ما اعتقد، يعني حسب المعلومه اللي عندي. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل في هذا الملف خلال الساعات القليله القادمه. ولكن يعني مصطفى فتحي، يعني انا شايف ان بيراميدز ممكن ما يفرطش فيه ده بشكل كبير، ممكن ما يفرطش فيه. ولكن جون ادوارد انا قلت لحضرتك هو عنده القدره التعاقديه، يعني بيعرف يتفاوض مع اللي قدامه صح، او عنده القدره التفاوضيه، او بيعرف يقنع سواء لاعب او كادر اداري في فريق، هو شغلته، هو شاطر في الحته دي. فخلينا ننتظر ونشوف ايه اللي يحصل في هذا الملف. طيب نروح لازمه تيدي اوكو. الناس كلها عماله تتكلم وكله عمال يقول تيدي اوكو والحكايه والروايه. انا طلعت من فيديوهين على ما اعتقد مع حضراتكم وقلت لكم العقد الثلاثي اللي عمله جون ادوارد ونادي لوزان السويسري وتيدي اوكو نفسه الكل وقع عليه، ده عقد معترف بيه في الفيفا، وبناء عليه نادي الزمالك خاطب نادي الرياض السعودي وقال له اللاعب موقع لي، وشرح له القصة كلها. وبالمناسبة ان نادي الرياض السعودي تواصل مع احد المستشارين القانونيين لدى نادي الرياض السعودي واكد صحة موقف الزمالك، قال له كده نادي الزمالك موقفه قانوني. الاتفاقية الثلاثية دي بند معروف بيه في الفيفا. هو ممكن في النزاعات القضائية تاخد وقت، ولكن في النهاية هو بند معترف فيه، هو بصفة عقد.
سيبوكوا بقى من الكلام اللي وكيله طلع قاله على اون سبورت. هو على هوا اون تايم، على هواهم، اللي هو والعقد ده مش عارف ايه والتوقيع مش عارف ايه، وقعد يخبط في نادي الزمالك وهتلموا للاعب. الكلام ده كله ليس له اساس من الصحه وليس له قيمه لدى نادي الزمالك. نادي الزمالك شغال وعارف هو بيعمل ايه. انا لسه بقول لحضرتك جون ادوارد في الحته دي لا بيعرف يشتغل صح، بيشتغل صح على الحته دي. يعني هو مش مجرد ان هو بيتفاوض مع لاعب، لا بيخلص كل حاجه. وقلت لك كمان ان اللاعب مضى رغبه عشان يجي مصر. طيب في واقعه مشابهه لنفس هذه الواقعه، انا برضو بثبت لك موقف الزمالك صحيح في تيدي اوكو، وبرضو ده اللي هتثبته الايام القادمه. هتيجي وهتعرف، هتلاقي ان كلامنا احنا الحمد لله هنا احنا بنجيب لحضرتك المعلومه من غير يعني ما نزود عليها اي حاجه. هتعرف صحه كلامنا فيما بعد. طيب جون ادوارد انا قلت لك اللي هو بيتفاوض بشكل مباشر وبشكل صحيح، عكس اللي كانوا مسؤولينه بيتفاوضوا داخل نادي الزمالك وبيتفاوضوا مع لعيبه. طيب هقول لك موقف مشابه حصل مع لاعب من نادي الزمالك، ولذلك ده هيثبت صحه كلامنا. كلنا فاكرين سيف الجزيري لما نادي الزمالك مدد له العقد بتاعه السنه اللي فاتت، وما كانش العقد ده اتوثق، كان برضو عقد ثلاثي، اتفاقيه نفس النظام كده برضو ما بين اللاعب وما بين النادي ووكيله والكلام ده. كان برضو اتفاقية. اللي بصوا يا جماعة الاتفاقية دي بمثابة عقد، يعني تقدر تقول ان هو عقد صحيح للاعب. يعني مش يعني دي مش اتفاقية مثلا، مش حاجة اللي هو ما يعترفش بيها في الفيفا، او مثلا ممكن اللاعب يمضي على اتفاقية وتلاقي اللاعب خلع والكلام ده. لا 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 لا، دي اتفاقية معترف بيها لدى الفيفا. طيب لما سيف الجزيري مد تعاقده وسافر، اما حصل خلاف بينه وبين الاداره، وسافر نادي الجزيري، وسافر الجزيري للامارات لما كان هيوقع لنادي في الامارات. لو تفتكروا الكلام ده الموسم السابق، لو تفتكروا الازمه بتاعت مين، بتاعت الجزيري، لما الجزيري سافر الامارات وكان هيوقع مع نادي اماراتي بالاتفاقيه دي. طيب نادي الزمالك لحق نفسه ازاي؟ انا بقول لك ان انا بديك مثل مشابه اهو، وبقول لك ان موقف الزمالك مع تيدي اوكو صحيح. طيب نادي الزمالك لحق نفسه مع الجزيري ازاي؟ راح وثق العقد في اتحاد الكوره. راح عمل ايه؟ وثق العقد في اتحاد الكوره. هنا اصبح عقد الجزيري او الاتفاقيه اللي عملها نادي الزمالك مع الجزيري والجزيري وقع عليها بعد ما توثقت في اتحاد الكوره، اصبح تمديد تعاقد سيف الجزيري قانوني 100%. ولذلك اللاعب رجع من الامارات. خد بالك من النقطه دي، تاني بكررها. لما كان في ازمه السنه اللي فاتت بين اداره نادي الزمالك والجزيري، والجزيري سافر الامارات وكان هيوقع لنادي اماراتي، كان قبليها نادي الزمالك كان ماضي اتفاقيه مع الجزيري. طيب الجزيري لجأ ليه؟ عشان نادي الزمالك وثق العقد داخل اتحاد الكوره. الجزيري عرف، فبناء عليه كده موقف الزمالك ايه؟ قانوني 100%. رجع الجزيري ولم يتمم اتفاقه مع النادي الاماراتي. فهل الاتفاقيه اللي عملها جون ادوارد مع نادي لوزين السويسري وتيدي اوكو مش صحيحه؟ لا صحيح. الدليل على موقف قوه وصحه نادي الزمالك ان اللاعب لن، يعني اللاعب لحد الان لن ينتقل لنادي الرياض السعودي. طيب ليه القيد خلاص فاضل عليه حاجات بسيطه؟ طب ليه نادي الرياض السعودي ما اعلنش ان تيدي اوكو لاعب بصفوفه؟ لان هو تاكد من صحه موقف نادي الزمالك. انا قلت لك الكلام ده في الفيديو اللي فات، بس انا جبت لك موقف مشابه بالموقف. ليه؟ عشان اثبت لك صحه قانونيه الاتفاقيه اللي عاملها نادي الزمالك مع تيدي اوكو ونادي لوزين السويسري. فهنا نادي الزمالك مستفاد من اللاعب، مستفاد، ده امر ما فيهوش جدال. ده فيما يخص تيدي اوكو. خلينا برضو نشوف ايه اللي هيحصل في ملف تيدي اوكو في الساعات القليله القادمه. احنا لما بتبقى عندنا المعلومه بنطلع نقولها لحضراتكم. طيب نروح لمحمد الشناوي، او نروح لتهديد الشناوي، او يا سيدي بلاش تهديد. في جلسه جمعت الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي داخل النادي الاهلي مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق. محمد الشناوي قعد مع الكابتن محمد يوسف وقال له انا بتعرض لحملات ممنهجه، الناس مركزه على اخطائي، بس الناس نسيت اللي انا عملته مع النادي الاهلي.
انا ياما احرزت بطولات للنادي الاهلي. واحد يجي يقول لي هو بيلعب عشان يجيب بطولات، هقول لك لا، كان بشكل كبير مؤثر في تصدي لركلات داخل النادي الاهلي او داخل البطولات التي يمر بها النادي الاهلي. فكان تصدياته دي قدرت تحسم بطولات للنادي الاهلي. ده اللي قاله محمد الشناوي للكابتن محمد يوسف. قال له انا الحارس الاول. اللعب على نغمة البديل وان ده يجي يقف والكلام ده، لا، انا الحارس الاول. انا بتعرض لحملات قوية عبر السوشيال ميديا لدرجة ان الناس دلوقتي بقت تقول الشناوي نظره ضعيف، الشناوي ما بيشوفش، الشناوي بيخش فيه اهداف ما تنفعش ان هي تخش فيه، ما ينفعش يبقى حارس النادي الاهلي تخش فيه الاهداف دي والكلام ده كله. كل الكلام ده محمد الشناوي قال له الكابتن محمد يوسف. انا بقول لحضرتك بالنص، قال له الناس نسيت ان انا كنت مؤثر مع الفريق في فترات كبيرة، والناس نسيت ان انا محمد الشناوي وانا يعني كابتن من كباتن النادي الاهلي ما ينفعش اتعامل بالشكل ده. طيب اللاعب عنده اخطاء ما عندوش اخطاء، هو في النهاية شايف ان هو بيتعرض لحملات ممنهجة، شايف ان هو يعني من ساعة كأس العالم للأندية والجمهور بالبلدي كده حاطط على الايه. شايف كمان ان الناس يعني ما حدش بيطلع مثلا في قناة النادي الاهلي يعني مثلا بيدافع عن محمد الشناوي، ما حدش بيطلع سواء في البرامج الرياضية بتاع قناة النادي الاهلي. كمان شايف ان هو ما حدش بيجيب له حقه، ما حدش بيتصدى ليه، ولكن يعني الامور بتزيد معاه. واخرهم الغلطه اللي هي بتاعت نادي البنزرت التونسي اللي كانوا بيلعبوه. قال له مش عشان كمان غلطه الناس تعمل معايا كده، او الناس ما ينفعش تبقى قاعده متصيده الاخطاء بالشكل ده، ما حدش يدافع عني. انا الحارس رقم واحد، وانا مش هتبدل في ماتشات او في بطولات مختلفه. هو من وجهة نظره شايف كده. فطبعا الكابتن محمد يوسف كلمه وقال له لا، احنا هنحل المشكلة دي، وانت كده كده حارس الفريق الاول والنادي بيثمن مجهودك والكلام ده كله. وقفل الحوار مع محمد الشناوي. محمد الشناوي ممكن يكون بيلوح لحاجة تانية. فده فيما يخص محمد الشناوي والحديث اللي دار بينه وبين الكابتن محمد يوسف. طيب خلينا نروح لأحمد عبد القادر. طيب نهاية قصة أحمد عبد القادر. أحمد عبد القادر زملكاوي، قولا واحدا زملكاوي زملكاوي. الناس في النادي الأهلي خلاص بكل الطرق مش عارفين يوصلوا لحل مع أحمد عبد القادر. أحمد عبد القادر ولا راضي يطلع إعارة، ولا راضي يجدد عقده، ولا راضي يمدد عقده، ولا الكلام ده كله. حتى العرض السعودي اللي كان عنده أحمد عبد القادر كان عايز يحط فيه شرط جزائي ويرحل، يعني يدفع الشرط الجزائي ده ويمشي. وكمان كان عايز يحط شرط ليه برضه. لما رفضوا الشرط الجزائي كان عايز يحط شرط ليه ان هو يحق له الرحيل في اي وقت، يعني سواء في فترتين انتقال في الموسم، في اي فترة من الفترتين يحق له ان هو يرحل فيهم. برضه الناس في النادي الاهلي رفضت الكلام ده. طب يا ابني مدد، مفيش. طب جدد، مفيش. احمد عبد القادر خلاص هو قال لهم انا بقيلي الموسم الجاي هقضيه في النادي الاهلي وهمشي. انا ولا هجدد ولا همدد تعاقدي ولا هطلع اعاره. ولو طلعت اعاره او لو بيع وشراء كمان. بصوا برضه احمد عبد القادر بيلعبها بذكاء شويه مع اداره النادي الاهلي. ازاي؟ طيب انتوا خايفين ان انا اروح الزمالك، عايزيني اطلع بيع وشراء، ما عنديش مشكله هطلع بيع وشراء، ولكن بشروطي. هو كان عنده الشرطين دول، يحط شرط جزائي النادي الاهلي رفض. طيب يحط شرط او بند في العقد اللي هو يحق له في اي وقت في فتره من فتره الانتقالات ان هو يرحل. ده البند التاني ده اللي رفضه النادي السعودي. يعني ايه انا هجيبك مثلا نجم كبير وعايز الاضافه بتاعتك للفريق بتاعي وفي الاخر تقول لي ايه لا اصل انا في مثلا في فتره انتقالات جايه سواء الصيف او الشتاء انا هرحل. قال لك لا، احنا كده بندفع فلوس ما ينفعش. هو مش هيرحل اللي هو مش هيفيد النادي السعودي، لا، يعني هيرحل هيجيب عقد ويرحل للنادي، ولكن هنا النادي هيبقى مضطر ان هو يبيعه باي مبلغ. ليه؟ لان في بند في العقد بتاعه بيقول كده.
ففي الوقت ده هيبيعوا النادي السعودي بأي مبلغ. ده اللي رفضه النادي السعودي. ده أيضا اللي رفضه النادي السعودي. قال لك ساعتها يعني أنا هدفع مبلغ وقدره في أحمد عبد القادر، وممكن يجي له عرض في أي وقت، ففي بند في العقد بتاعه إن هو يرحل، هيبقى أنا كده برمي فلوسي في الأرض. فهو من الاخر احمد عبد القادر بيزهق الناس، سواء لو النادي الاهلي جايب له عرض بيزهقهم ان هو ما يخرجش وما يرحلش، ومن الناحيه التانيه مش هيجدد للاهلي. وهنا رغبه احمد عبد القادر واضحه، واضحه وصريحه، ايه هي؟ الانتقال لنادي الزمالك. شفتوا زيزو عمل ايه مع نادي الزمالك في نهايه عقده؟ ولا راضي يقعد ولا راضي يجدد. يكلموا والده يقول لهم اصل انا بذبح في المنيا، يكلموا والده اصل انا مسافر، طب لما نيجي من افريقيا، طب لما نيجي مش عارف ايه والكلام ده كله. وفي النهايه زيزو كان بقاله اكتر من موسم بيتفاوض مع النادي الاهلي. نفس الامر بيعمله احمد عبد القادر مع النادي الاهلي، ولا هيجدد ولا هيتفاوض ولا هيعمل اي حاجه، وهيرحل لنادي الزمالك والناس عارفه. هم عارفين اللي هو رايح نادي الزمالك. ده فيما يخص احمد عبد القادر. وانا بقول لحضرتك ان احمد عبد القادر خلاص بشكل كبير خلص كل حاجه مع نادي الزمالك، ويحق له يناير القادم يمضي كمان لنادي الزمالك. وكمان احمد عبد القادر كمان بيطالب النادي الاهلي بالاستغناء، يعني بيقول لهم انا همشي بالتراضي، انا همشي بالتراضي. ولو مثلا هو ليه مستحقات عند النادي الاهلي هيتنازل عنها مقابل ان هو يفسخ عقده بالتراضي ويرحل في الميركاتو الحالي. ده اللي رفضه النادي الاهلي. النادي الاهلي قال لك لا مش تمشي، ده انت بقى لو هتبقى موجود معانا حتى الموسم القادم وتروح زي ما تروح. وده برضو امر عامل غضب عند النادي الاهلي. ليه؟ لان احمد عبد القادر هيرحل من الاهلي للزمالك مباشره زي ما زيزو عمل كده بالظبط. فالناس قالت لك لا. فعمالين بقى بيحاولوا يغروه ماليا، يحاولوا معاه طيب مش عارف السعوديه، طب مش عارف ايه، هو بيعقدها لهم من كل حته. هو عايز الاستغناء ويرحل بالتراضي مقابل التنازل عن مستحقاته. ده اللي رفضه النادي الاهلي. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل في هذا الملف في الساعات القليله او ايام القليله القادمه. اخر حاجه معانا وهي عبد الله السعيد. النهارده نهايه قصه عبد الله السعيد. اعلن الاستاذ هاني زهران ان كان عبد الله السعيد خد حكم من محكمه النقض المصريه ان خلاص لا يحق للاهلي النزاع قانونيا مع عبد الله السعيد تاني. كسب قضيته امام النادي الاهلي، اللي هو مش من حق النادي الاهلي اللي هو يطالب عبد الله السعيد ب 2 مليون دولار عشان رحيله من اهلي جده لما رجع بيراميدز. وكمان قالوا ان اللاعب فسخ تعاقده. ده بجانب المحكمه الرياضيه الدوليه كاس اللي هي برضو يعني في كل درجات التقاضي، في كل درجات التقاضي كانت قالت ان الاهلي ملوش حق ان هو يقاضي اللاعب، والاهلي كمان ملوش حق ان هو ياخد 2 مليون دولار تعويض من اللاعب. طيب النهارده طلع حكم من محكمه النقض المصريه برضو بصحه موقف عبد الله السعيد. ليس من حق الاهلي التقاضي ضد عبد الله السعيد للحصول على 2 مليون دولار. يعني كده كل درجات التقاضي اتخذها النادي الاهلي ضد عبد الله السعيد سواء في المحكمه الرياضيه الدوليه كاس او المحاكم المصريه، كل درجات التقاضي رفضت دعوى الاهلي. ده ان دل على شيء يدل على صحه موقف اللاعب. وكده الخلاف والقضايا اللي موجوده بين النادي الاهلي وعبد الله السعيد انتهت تماما. طيب المعلومه اللي موجوده ان عبد الله السعيد بيفكر او بيفكر ان هو يقاضي النادي الاهلي، هيرفع قضيه تعويض على النادي الاهلي لان النادي الاهلي اضرر بيه من يمكن حجزوا على امواله قبل كده من قبل اللجنه الاولمبيه المصريه، وطبعا هي مش جهه مختصه. فعبد الله السعيد شايف بقى ان الموضوع ده بقى له 5 6 سنين مثلا او 4 5 سنين، ففي نزاع، لا انا عايز بقى ايه اخد حقي. فعبد الله السعيد قرر ان هو يقدم شكوى او يرفع قضيه تعويض ضد النادي الاهلي سواء بقى في المحكمه الرياضيه الدوليه كاس او في محكمه النقض المصريه. ده اللي قرر يعمله عبد الله السعيد. فنتمنى الخير للجميع ونتمنى الخير للزمالك فيما هو قادم بإذن الله. بشكر حضراتكم دايما، وبكده يكون خلص في الفيديو بتاعنا، ونشوف حضراتكم في فيديو جديد.